ملي كنوصلوا لساحة جامع الفنا هاد الأيام كنلقاو منظر ماشي اللي ولفتو مراكش ولا الزوار، وسط الساحة اللي كانت ديما معروفة بالحياة بفن الحلقة والفرجة وبنبض مراكش اللي ما كيوقفش، كيفرض الواقع ديالها واحد الصورة مختلفة، أوراش مفتوحة، آليات خدامة، عمال كيجريو مع الساعة. هاد الأشغال اللي تصرفات عليها ملايير السنتيمات كانت في الأصل غادي تسالي قبل ما تم نوامبر باش المدينة تستعد فودو تستقبل ضيوف كأس إفريقيا بحلة جديدة وصورة مشرفة. ولكن دابا حنا قراب من منتصف دجنبير وباقي الساحة كتعيش تحت ضغط الأشغال والورش باقي كيقاوم الوقت وكيتسابق مع الأيام القليلة اللي بقات على 21 دجنبير، موعد افتتاح الكان. والسؤال اللي كيتردد بين المراكشيين بين التجار بين الزوار وحتى وسط شبكات التواصل هو: واش مراكش فعلا مستعدة لكأس إفريقيا؟ في الميدان المشاهد كتقول العكس، الحواجز مازالين واقفين، مجموعة من البلايص مازال ما تصلحات، المسارات مازال ما توضحات، والعمال باين عليهم كيديروا المستحيل باش يلحقوا. ولكن الحقيقة هي أن زمن التحضير ما بقاش طويل، راه البطولة ما كتسنى حد والمدينة خاصها تكون واجدة بلا أعذار. المراكشيين اليوم حاصلين بين جوج مشاعر، واحد فيه الفخر حيت مدينتهم غادي تحتضن حدث قاري كبير، وواحد فيه الغضب حيت التأخر في الأشغال ماشي مقبول، خصوصا وأن الميزانيات كانت كبيرة والآجال كانت واضحة والمشاريع من المفروض تكون صالحة قبل بزاف من دابا. السياح اللي كيجيو للساحة اليوم كيلقاو واحد المزيج غريب: تراث عالمي، مأكولات، فرجة، وفي نفس الوقت أوراش كتقلب وجه الساحة وتعطي انطباع أن المدينة مازال كتستعد في آخر لحظة. والتصوير اللي درناه وسط الساحة كيبين هذا التناقض بوضوح، الناس كيتفرجوا كيلتقطوا الصور، ولكن العين الخبيرة كتلاحظ أن التهيئة مازال ناقصة. وهذا الشيء كيخلي السؤال يكبر: كيفاش مراكش اللي معروفة بالقوة ديال تنظيمها وبالسرعة في تنزيل المشاريع كتلقى راسها دابا في ساحة عالمية ما زالت غارقة وسط الأوراش، وهي على بعد أيام قليلة من واحد من أكبر التظاهرات القارية؟ واش كان خلل في التخطيط؟ واش كان سوء تقدير للوقت؟ ولا غياب المراقبة الصارمة؟ اللي أكيد هو أن تأخر الأشغال ماشي مجرد قضية تقنية، ولكن رسالة كتوصل للناس للسياح والرأي العام أن المدينة اللي كانت خاصها تكون في المقدمة دابا كتجري باش تلحق. رغم هذا الشيء كامل كيبقى الأمل حاضر، حيت مراكش معروفة اللي كتوقف على رجليها في آخر لحظة وديما كتقدم الوجه اللي كيبيض وجه البلاد. العمال اليوم كيبانوا متجندين كيتحركوا كيدوزوا ساعات طوال باش يكملوا، ولكن واش هاد الحماس كافي باش المراكشيين يشوفوا ساحة جمع الأفناء في حلة تستاهل كأس إفريقيا قبل 21 دجنبير؟ الجواب دابا كيصنعوه الأيام اللي جاية، وحتى لذاك الوقت غادي يبقى السؤال واقف في وجه كل مسؤول: جامع الفنا والأشغال مستمرة؟ واش مراكش فعلا مستعدة لكأس إفريقيا ولا غادي نعيشوا حلقة جديدة من السباق مع الوقت؟ شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.